مرحبا واهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نتكلموا فيه على المحاكمه ديال حكيمي، المستجدات اللي خرجت اخيرا. كيقولوا بلي كما جانا في الصحيفه ديال اسبريس، غرفه التحقيق في استئنافيه فيرساي تبت ولا كتقوم باحاله الملف ديال حكيمي على محكمه الجنايات. حسب الخبر قال لك قررت غرفه التحقيق بمحكمه الاستئناف الفرنسيه بفيرساي اليوم الجمعه تثبيت احاله الدولي المغربي اشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان لاعب المنتخب المغربي على المحكمة الجنائية الإقليمية بعدما رفضت الطعن الذي تقدم به دفاعه لإلغاء المتابعة. يعني هنا كيقول لك باللي المحكمة يعني ما قبلاتش هذاك الطعن اللي تقدم به الدفاع ولا المحامين ديال حكيمي. علاش؟ لأسبابهم الخاصة ما معروفاش، ولكن الواضح هو أن يعني الدفاع متشبت يعني بهذه القضية ديال إلغاء المتابعة، علما أن يعني كاين هناك مجموعة من المعطيات اللي كتبين باللي يعني كانت القضية ما كانش فيها اعتداء حسب الدفاع أو حسب المحامين ديال الحكيمي. ويأتي هذا التطور القضائي بعد أشهر من الإجراءات والتحقيقات المرتبطة بالملف، إذ اعتبرت الهيئة القضائية أن المعطيات المتوفرة كافية لمواصلة النظر في القضية أمام جهة ديال الحكم المختصة، يعني هذه يصيفطوا الجنايات تمهيدا لعقد جلسات المحكمة أو المحاكمة خلال المرحلة المقبلة. وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام فرنسية، أوضحت محامية المدعية أن قرار المحكمة استند إلى تقييم قضائي خلص إلى وجود مؤشرات ومعطيات تستوجب إحالة اللاعب المغربي على القضاء الجنائي. يعني قالت المحامية ديال الطرف اللي متنازع مع حكيمي ديال ديك الفتاة، كتقول باللي المحكمة شافت بلي كاين شي مؤشرات ومعطيات ماشي عادية اللي كتستوجب أنه يتم الإحالة ديال هذا الملف على القضاء الجنائي الفرنسي، معتبرة أن القرار ينسجم مع خلاصات التحقيق والآراء السابقة للنيابة العامة. في المقابل يواصل أشرف حكيمي تشبت بالبراءة ديالو من هذه التهم الموجهة إليه بعدما سبق لدفاعه أن طالب بإغلاق الملف وعدم الاستمرار في متابعته، مؤكدا منذ بداية القضية رفضه لجميع الاتهامات المرتبطة بهذه الواقعة. يعني حكيمي حتى في يعني راه غادي نشوفوا من بعد كيفاش رياقته حكيمي على هذا الخبر، كيفاش رد على هذا الخبر هذا ديال انه تحال لغرفه الجنايات. وترجع بدايه هذا الملف الى سنه 2023 عندما تقدمت شابه باتهامات بالاعتداء ضد الظهير الايمن للمنتخب المغربي بشان احداث تعود الى الفتره نفسها لتتواصل المسطره القضائيه خلال السنوات الماضيه قبل ان تنتهي مرحله التحقيق الى قرار الاحاله على المحكمه. يعني انتهت مرحله التحقيق، غيدخل دابا في المرحله ديال المحاكمه واللي غادي تكون في محكمه الجنايات كما جا في الخبر هنايا. حكيمي كما شفتوا كيفاش رياق على الخبر، قال لك حكيمي يفضح القضاء الفرنسي، لو لم اكن شخصا معروفا لما كانت هذه القضيه اصلا. بحال هكا يعني رياق حكيمي على هذا الخبر، يعني دار شي تدوينات. لا جيستيس ما روغاردي دون لي زيو اي ما دي، يعني كما كتشوفوا حسب الخبر هنا قال لك جدد الدولي المغربي أشرف حكيمي تأكيده على براءته من القضية التي يتابع على أساسها في ملف محاولة اغتصاب ولا الاعتداء على فتاة. قرار إحالة حكيمي على محكمة الجنايات للمحاكمة في توقيت غير بريء يكشف عن مدى خطورة استغلال القضاء الفرنسي في قضايا الاعتداء ملفقة لمشاهير تقف وراءها مافيات تستغل الفتيات لإيقاع بالمشاهير. وكتب النجم المغربي على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي: نظرت إلي العدالة في عيني وقالت لي لو لم تكن شخصا معروفا لما وجدت هذه القضية أصلا. يعني بحال كتب حكيمي، وأضاف: لقد اخترت الصمت لسنوات واعتقدت أن الحفاظ على كرامتي والتحلي بالصبر والثقة في العدالة سيسمح باتخاذ القرارات الصائبة. اليوم تروى قصة ليست قصتي على حساب عائلتي وحياتي، والأهم من ذلك على حساب الحقيقة، وأشعر أحيانا أنني أصبحت هدفا سهلا. لقد كنت أنتظر هذه المحاكمة منذ اليوم الأول، وأنا الآن أنتظرها بفارغ الصبر، وأخيرا سأتمكن من الكلام. وأحالت محكمة استئناف فيرساي الجمعة 19 يونيو 2026 الدول المغربي على محكمة الجنايات بإقليم أودوسين في فرنسا لمحاكمته على خلفية الاتهام بالاعتداء كذا كذا إلى آخره. يعني حكيمي متثبت بالبراءة ديالو، لربما عنده شي إثباتات، عنده شي تسجيلات، شي حاجة، لربما سكرينات، يعني اللي قادر أنه يعني
يقلب بهم الطاوله على الطرف الثاني. لا ربما هادشي كيبان لي انه الطريقه باش تكلم كيقول انه آه، كيقول زعما بحال هاد القضيه مابقاش قضيه ديالو، انما قضيه حقيقه، قضيه راي عام. زعما واش كنتو نخرجوا طايطا يعني نخرجوا ليها صافي، يعني غادي نتكلموا، غادي نقولوا داكشي اللي عندنا، وغادي يعني نفرشوا كلشي الفوكالات وداكشي الى اخره. بحال هكا يعني تقريبا بحال هكا يعني هادشي. بالنسبه للدفاع ديالو ولا المحامين ديال حكيمي، فهذا الشيء اللي قالوا باقي متمسك الدفاع ديال اشرف حكيمي بالبراءه ديال الموكل ديالو عقب قرار محكمه الاستئناف بفيرس اي. ما بغاش يسد الملف طبعا، انتهى التحقيق، دابا غادي يحيلوه على المحكمه ديال الجنايات في اودوسين بفرنسا محاكمته بتهمه الاعتداء على فتاة، معتبرا ان الملف يتضمن معطيات عديده كان يفترض ان تقود الى حفظ القضيه. وقالت محاميه حكيمي فاني كولان إن التحقيقات كشفت عن عناصر كثيرة لصالح الدفاع، مؤكدة أن مثل هذه المعطيات كانت ستؤدي في أي قضية أخرى إلى إصدار قرار بعدم المتابعة. قالت المحامي ديالو باللي زعما هادشي اللي بان غير في هذه البدايات ديال التحقيق كتبين باللي الملف خصو أصلا يتسد، خصوش يتحال على المحكمة ديال الجنايات. وأضافت أن الدفاع يستغرب عدم استخلاص النتائج القانونية مما وصفته بالتناقضات والأكاذيب الواردة في التصريحات المشتكية، فضلا عما اعتبرته إخفاء معطيات عن السلطة القضائية وعرقلة إظهار الحقيقة. أكدت كولان أن موكلها ينتظر المحاكمة من أجل التعبير علنها عن موقفه من اتهامات موجهة إليه، مشددة على أن حكيمي يعتبر نفسه ضحية اتهام غير صحيح. من جهته خرج لاعب باريس سان جيرمان والمنتخب المغربي عن صمته مباشرة بعد صدور القرار القضائي، معبرا عن ثقته في براءته وفي مآل المسار القضائي. وقال حكيمي في بيان نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: اخترت الصمت كما شفنا، واعتبر أن القضية أثرت على حياته الشخصية وعائلته، مؤكدا أن الحقيقة ستظهر خلال جلسات المحاكمة المرتقبة. في المقابل رحبت محامية المشتكية راشيل فلور باردو بقرار محكمة الاستئناف، معتبرة أنه ينسجم مع خلاصات التحقيق ومع موقف النيابة العامة. وقالت رأت وجود أدلة كافية تبرر إحالة حكيمي على المحكمة الجنائية، مؤكدة أن 6 قضاة اعتبروا أن عناصر الملف تستوجب محاكمته بتهمة الاغتصاب. أضافت أن القرار يمثل بالنسبة لموكلتها مصدر ارتياح وأمل بعد أكثر من 3 سنوات من الإجراءات القضائية، معتبرة أن تنظيم المحاكمة سيمكن من مناقشة القضية أمام القضاء المختص، وتعود وقائع الملف إلى 2023 كذا كذا إلى آخره. وهبي تا هو رياقت على هادشي. محاكمة حكيمي، وهبي كيقول باللي حكيمي راه مكالمي وحنا بجنبو بحال كاع المغاربة، ودار ماتش مزيان اليوم على حساب اسكتلندا. علق مدرب المنتخب الوطني محمد وهبي على قضية أشرف حكيمي والتهم الموجهة إليه من طرف القضاء الفرنسي واللي بانت قبل ماتش اسكتلندا. وهضر الناخب الوطني على القضية جوابا على سؤال حطو صحفي ديال لو باريزيان حول وضعية قائد أسود الأطلس من بعد التهم التي توجهت إليه. وقال: واش شفتوا الماتش؟ أشرف كان في حالة جيدة جدا، كان فرحان وحنا واقفين جنبه، وهو مكالمي جدا ودار مباراة كبيرة وحنا مرتاحين وهو كذلك. جوابا على السؤال الثاني حطوا صحفي إنجليزي حول ما إذا كان قد تحدث مع أشرف حكيمي بشأن كيفية التعامل مع صفيرات السجان والضغوط، قال محمد وهبي أن أشرف حكيمي كان في حالة ذهنية جيدة ولم تكن هناك حاجة إلى أي حديث خاص معه. وأفاد محمد وهبي: كان بخير ولا أرى سببا للحديث عن كيفية التعامل مع الأمر. لقد استيقظت صباحا بشكل طبيعي. استيقظ صباحا، كيتكلم هنا على حكيمي، تناول طعامه مثل الجميع، حضر نفسه، حفز زملائه، كان في غرفة الملابس مركزا وكان يريد تقديم مباراة كبيرة وقد فعل ذلك. وأضاف: بصراحة لم يكن علينا أن نقول له شيئا، نحن فقط نقف خلفه ونحن هادئون جدا وهو أيضا هادئ جدا، إن شاء الله سيواصل تقديم مباريات كبيرة. وختم محمد وهبي قائلا إنه أفضل ظهير أيمن في العالم وسيظهر ذلك في كأس العالم، إنه شخص مهم جدا بالنسبة لي وللطاقم التقني وللاعبين وال 44 مليون مغربي، نحن جميعا مرتاحون جدا. 44 مليون، ما عرفت صراحة منين جاب هاد المعطيات ديال 44 مليون، لأن المعطيات الرسمية كتقول 38 مليون مغربي.
حملة تضامن واسعة مع أشرف حكيمي تتصدر تريند على منصة إكس بالمغرب حسب الجريدة ديال هبة بريس. قالوا بلي الهاشتاغ ديال سوتيان حكيمي هو الهاشتاغ اللي طالع دابا، طالع في التريند ديال المواضيع الأكثر تداولا على منصة إكس في المغرب اليوم جمعة، وسط موجة واسعة من رسائل الدعم والمساندة التي عبر عنها آلاف المغاربة تجاه قائد المنتخب الوطني أشرف حكيمي. وجاء تصدر الوسم بعد تفاعل واسع مع المستجدات المرتبطة بالملف القضائي الذي يواجهه نجم باريس سان جيرمان يعني والنجم ديال المنتخب المغربي، والذي جدد اللاعب أكثر من مناسبة نفيه للتهم الموجهة إليه، مؤكدا ثقته في مسار العدالة إلى آخره. ويرى متابعون أن تصدر هاشتاغ حكيمي يعكس المكانة الكبيرة التي يحظى بها حكيمي كذا كذا إلى آخره. كومنتيرات: حكيمي قائد مهم داخل المنتخب الوطني في كأس العالم، الملف يجب أن يحسم وهو القضاء فقط دون أي أحكام مسبقة. الوسم يعبر عن تضامن واسع من المغاربة مع اللاعب. ما قدمه حكيمي مع باريس سان جيرمان والمنتخب لا يمكن تجاهله، حكيمي من أبرز النجوم كذا كذا إلى آخره. بالنسبة للمحكمة ديال واحد اللقطة بحال تكلم فيها حكيمي على هنا عندما اتهمت شابة اللاعب المغربي بالاعتداء عليها جنسيا داخل منزل بضواحي باريس، وهي الاتهامات التي نفاها حكيمي باستمرار، مؤكدا أن ما وقع كان برضا الطرفين وأنه لم يرتكب أي فعل إجرامي. يعني قال لهم داكشي برضا الطرفين ولم يكن يعني اعتداء. كتبوا لي في كومنتيرات شنو بان لكم، واش حكيمي يعني واش هاد المحكمة يعني غادي تحكم عليه يعني ولا غادي يخرج من هذه القضية هذه بالبراءة. تحياتي لكم وإلى خبر قادم.